الحاجات دي بتفطر في رمضان، وللاسف في ناس كتيره جدا ما تعرفهاش. انا عاوزك تركز جدا في الكلمتين المهمين دول وتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام تحت في التعليقات عشان الفيديو يوصل لغيرك. ما تنساش دايما ان الدال على الخير كفاعل. اول حاجه الاكل والشرب عمدا. لو انت تعمدت رحت كلت وفتحت الثلاجه وقمت واكل وشربت فانت كده فطرت يا حبيب قلبي، ولازم تعيد اليوم ده وتستغفر ربنا عشان انت فطرت متعمد وانت عارف انه غلط. واما بقى لو انت كلت او شربت وانت نسيت فما فيش اي مشكله خالص، حتى لو كان صيام فريضه او صيام نافله. لان بعض الناس تقول لك لا ده صيام الفريضه بس، لكن صيام النافله ما ينفعش اكمل. لا يا حبيب قلبي، تكمل صيامك عادي سواء كان في رمضان او في غير رمضان، سواء كان فريضه او سنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اكل او شرب ناسيا وهو صائم، ما قالش بقى صيام رمضان ولا غيره، فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. بس الله يكرمك ما تجيش تتعزم على خروف كامل وتاكل بط ووز ورقاق ومكرونه بشاميل وتقعد تحبس بقى بمانجا وبرتقان والشاي وقهوه. ايه ده انا نسيت يا راجل. رقم 2 الحائض والنفساء. طبعا النفساء اللي هي المراه اللي بتبقى حامل وبتولد فبينزل عليها دم اسمه دم النفاس، دم يمنعها عن الصيام وعن الصلاه. اما الدم الحيض معروف جدا لكل واحده فترتها طول الشهر، يبقى 5 ايام 6 ايام كل واحده وليها فتره خاصه بيها. الدم ده لو نزل عليك اللي هو دم الحيض فدوت برده لازم تفطري، لان في بعض الناس تقول لك ما ينفعش افطر وهكمل الصيام عادي ومش مشكله. لا ما ينفعش، ده حرام ولا يجوز ان انت تتعمدي ان انت تصومي وانت عليكي دم الحيض. وهنا ممكن واحده تقعد صايمه 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 وتيجي دم الحيض ينزل قبل المغرب ما يأذن ب3 4 دقائق، نقول لك ان اليوم ده فسد، يعني انت لازم تقضي اليوم ده يا ست الكل. وهنا في معلومه مهمه جدا: لو المراه قبل ما الفجر يأذن طهرت وبانت علامه الطهر من الحيض او من النفاس قبل الفجر ما يأذن ولو ب5 دقائق، فينفع ان هي تنوي الصيام وتصوم حتى لو لسه ما اغتسلتش، لان الغسل متعلق بالصلاه مش متعلق بالصيام. ما ينفعش ان انت تصلي الا لما تغتسلي، لكن ينفع ان انت تنوي الصيام حتى لو لسه ما اغتسلتيش، بس شرط ان انت تكوني طهرتي قبل اذان الفجر. رقم 3 ودي مهمه، الاستمناء اللي هي العاده السريه اللي هي نزول المني، بس يكون بتعمد، لان ممكن واحد يكون نايم من هنا فاحتلم سواء رجل او امراه، ما فيش اي مشكله ومش حرام عادي وصيامكم صحيح. لكن لو المني او السائل المعروف دوت اللي هو بينزل بشهوه نزل وفي تعمد وانا واخد بالي وواعي في نهار رمضان، فقد فسد صيام هذا اليوم، ولازم تستغفر وتتوب، لان دي مصيبه كبيره جدا وذنب كبير جدا حرام عليك تعمله سواء كنت في رمضان او في غير رمضان. لكن في رمضان بيفسد اليوم دوت ولازم تقضي يوم غيره مع الاستغفار والتوبه. اما بقى لو حصل جماع بين الراجل وبين مراته في نهار رمضان فدي مصيبه كبيره جدا، مع انه حلال اصلا في غير رمضان يعني بالليل، لكن في نهار رمضان يحرم. مش بس انه يقضي اليوم دوت وانما عليهم كفاره، والكفاره دي مغلظه. فالكفاره بتاعتها ان الراجل لازم يصوم 60 يوم متتابعين، يعني 60 يوم ورا بعض ما يفطرش، ولو فطر يوم يعيد تاني من اول 60، الا اذا كان هو في ال60 يوم دول تعب مرض تخلل بينهم يوم عيد، ما ينفعش ان هو يصوم يوم العيد، فساعتها يفطر يوم العيد ويكمل ال60 يوم. لو هو مريض ومش قادر يصوم مع شريف والاطباء قالوا له ما ينفعش تصوم خالص، ساعتها يطعم 60 مسكين، مش يديهم فلوس، لا لازم يطعمهم اكل، كل واحد وجبه مشبعه. اضرب دلوقتي الوجبه بكام؟ ب70 80 جنيه في 60، ادفع يا عم الحاج. وحد قال لك تروح تغرز نفسك في نهار رمضان؟ وهنا سؤال مهم: هل الكفاره دي على الراجل ولا المراه؟ الاثنين. لو المراه هي اللي دعت الراجل كده وعارفه ان هو حرام، قالت له بقى تعالى وتزينت له ولبست له فنغششت عينه ووقع، فانت حد قال لك تعمل كده؟ يا عم امسك نفسك يا عم، ما انتش قد كده، ما تتجوزش في رمضان وامسك نفسك انت كمان الله يبارك له. لكن لو الراجل فرض على المراه انها تعمل كده وقال لها هطلقك لو ما عملتيش الكلام ده، فالمراه مجبوره غصب عنها وخايفه بيتها يتهد، فساعتها عملت كده فقد فسد صيام هذا اليوم، وتقضي المراه اليوم ده، لكن الكفاره على الراجل مش على المراه ساعتها. يا ريت بقى تعمل شير للفيديو ده عشان غيرك ينتفع زي ما انت انتفعت دلوقتي، فالدل على الخير كفاعله. واستنوني في الفيديو اللي جاي مهم جدا في حاجات الناس فاكراها ان هي بتفطر وهي ما بتفطرش. عندك اي سؤال تحت في التعليقات سيبهولي وان شاء الله هرد عليه او اعمل عنه فيديو باذن الله، او ابعتهولي على رقم الواتس اللي انتوا عارفينه 010 404 96 97 4. يا اخوانا اوعوا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام.